السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. حلقة جديدة وحلقة مهمة قبل بداية شهر رمضان الكريم. هنتكلم فيها النهاردة عن فوائد الصيام في رمضان، وهنتكلم فيها كمان عن إزاي تدخل شهر رمضان وتخرج منه بدون زيادة في الوزن. الناس اللي وزنها تقيل وبتعاني من مشاكل زيادة الوزن في رمضان، هنعمل لهم دايت بدون حرمان وهيخرجوا من رمضان مبسوطين وتمام التمام وخاسين وزي الفل. لو انت بتتابعنا لاول مره، انا طارق امام ودي قناتكم قناه بيتك الصحي. مبدئيا كده، ايه فايده الصيام؟ فوائد الصيام كتيره جدا جدا. على سبيل المثال وليس الحصر، انك بتعمل ديتوكس للجسم ببلاش، لان الجسم في الفتره دي بيبقى عنده فرصه كبيره جدا انه يتخلص من الفضلات والسموم اللي موجوده فيه. بتريح الجهاز الهضمي وبالتالي بيجدد الخلايا بتاعته، لانك انت ما بتدخلوش اكل فتره طويله. طبعا مشاكل القولون ومشاكل الامعاء ومشاكل المعده. عندك كمان في مشكله كمان ممكن تقابلنا، انه فكره الكوليسترول والدهون الثلاثيه، فانت بكده بتحسن صحه القلب وكمان بتحسن الشرايين لانها بتتجدد تلقائيا. كمان بيحسن مستوى السكر في الدم وبيقلل مقاومه الانسولين، وبالتالي بيحسن الناس اللي عندها مشكله مع السكر من النوع الثاني، وده طبعا لو مسموح لهم ان هم يصوموا. بيقلل الالتهابات بشكل كبير جدا حتى لو مزمنه، وبالتالي بيقلل فرص الاصابه بمرض السرطان. الفايده الاهم اللي انا بشوفها انها مهمه جدا، انه بيرفع مستوى المناعه وبيدي فرصه للكبد انه يتعافى بشكل كبير جدا. كده يبقى خلصنا الجزء الاول من فوائد الصيام في رمضان. يلا بينا ندخل على الجزء الثاني، ازاي ناكل في رمضان وهناكل ايه. كل واحد فينا في رمضان بيبقى عنده طريقته واسلوبه، سواء بقى سنه او سواء صحيانه او نومه او طريقه اكله. المتعارف عليه في رمضان ان انت بتاخد وجبتين، هما وجبه السحور ووجبه الفطار. النهارده هنقسمهم لك لاربع وجبات، بحيث ان احنا نسهل على المعده انهم يتهضموا بسهوله، وفي نفس الوقت تاخد القيمه الغذائيه وتخس معانا بسهوله. لو شايف ان الفيديو ده مهم وهينفع اللي حواليك، يا ريت تعمل لايك وشير. الوجبه الاولى هي اول ما الاذان بيأذن. ازاي هتكسر صيامك؟ بثلاث تمرات وكوبايتين ميه ممكن اكسر صيامي واروح اصلي وارجع تاني. عندي اختيارات تانية، زي فكره ان انا اخد كوبايه العصير. كوبايه العصير استاذنك تكون بدون سكر نهائي. وده ليه؟ لان مستويات السكر لما بتدخل في وقت بعد الفطار بتعمل مشكله كبيره، لانك بترفع مستوى السكر في الدم فجاه، وده ما بيبقاش كويس على صحتك. في عصاير كتير جدا ممكن تاخدها في رمضان، زي مشروب العرق سوس، زي التمر هندي، زي الكركديه. المشروبات دي كلها كويسه وصحيه، بس استاذنك تاني باكد بدون سكر خالص. نفترض بقى ان انت مش من محب التمر قوي وعايز تاخد تمره واحده مع كوبايتين ميه، ممكن هنا نسمح لك قبل ما تروح تصلي انك تاخد من 5 ل6 معالق شوربه. اي شوربه ممكن تحددها، بس بلاش الحاجات اللي فيها دسم عالي. طيب الناس بقى اللي بتحب اللبن وعايزه تكسر صيامها على لبن، اخد ازاي اللبن؟ باخد كوبايه اللبن ومعاه تمره واحده فقط لا غير، وبعد كده اروح اصلي وارجع ابتدي في الوجبه رقم 2، اللي هي وجبه الفطار الرئيسيه. هنعمل ايه في وجبه الفطار الرئيسيه؟ في الوجبه دي يا جماعه بركز اكتر على 4 عناصر مهمين جدا. اول عنصر هو عنصر السلطه، وده اساسي معاك طول ال 30 يوم في رمضان. السلطه اساسي معاك، خس وخيار وجرجير وكابوتشا واللازم منه. تاني عنصر هو عنصر البروتين. البروتين سواء لحوم او اسماك او فراخ او ارانب. تالت حاجه، لو هتعمل خضار تعمله ني في ني او خضار سوتيه، ولو هتاخده مطبوخ يفضل بسمن بلدي او بزبده، وده لصحتك مش بزيت زي ما انت متوقع. رابع حاجه، ودي حاجه بقى اختياريه شويه، ان احنا ممكن ندخل رز او عيش او مكرونه. الافضل بالنسبه لك ايه؟ هو الرز بكل المقاييس، ولو تقدر تشيله وتلغيه وتعوضه من النسب التانيه يبقى اصح ليك وانسب. يعني من الاخر، لو انت عايز نصيحتي، الرز بكميه قليله جدا، بلاش عيش بلاش مكرونه. طب انت دلوقتي عندك في يوم هتاكل فيه اكل شعبي، اخد العيش. ينفع تاخد العيش، باخد فيه لحد نص رغيف بلدي، بس بشرط الموضوع ما يتكررش على مدار الاسبوع، بحد اقصى مرتين اسبوعيا. المكرونه نفس الكلام، بحاول اقللها وباخدها مره واحده في الاسبوع، وبقلل على قد ما بقدر. وتاني بفضل الرز عن بقيه الحاجات. تالت وجبه اللي هي هتبقى بعد صلاه التراويح من ساعه لساعتين. طبعا كل ما بصلي في مسجد ابعد مش مسجد قريب، بيبقى عندي فرصه ان انا احرق اللي انا اكلته. كل ما المسجد هطول فيه، يعني مسجد بيصلي بجزء، افضل بكتير جدا من المسجد اللي بيصلي باقل من كده. وطبعا كل واحد ومقدرته. الوجبه هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن ثمره فاكهه او ثمرتين فاكهه من نفس النوع بحد اقصى، او ان انا ممكن استبدلهم بمكسرات، وده طبعا برضو حل كويس جدا.
وممكن كمان اخد فيهم لو انت بقى مدمن على الشاي والقهوه، ممكن اخد فيهم فنجان قهوه او كوبايه شاي. لو عايز نصيحتي، انت عندك فرصه كبيره جدا انك تتخلص من العادات ديت، لانها طبعا بتاثر على الجسم بشكل مباشر. ممكن اخد في الفتره دي قطعه حلويات، وطبعا ده مش عمال على بطال. انا هديك الاوبشن ده مره او مرتين في الاسبوع بحد اقصى، واخدها في الوقت ده بالذات، ويفضل ان انا اخدها مع كوبايه الشاي الاخضر زي ما قلنا قبل كده. نيجي بقى الرابع واخر حاجه، وهي وجبه السحور. ووجبه السحور الرسول عليه الصلاه والسلام اوصانا بيها ان احنا ناخرها. وجبه السحور مهمه جدا يا جماعه، الناس اللي ما بترضاش تتسحر مهم قوي ان انت تاخد حتى لو حاجه قليله. وجبه السحور هي وجبه هتمد جسمك طول اليوم بالطاقه وبالحيويه، وكمان مش هتخليك لا تعطش ولا تجوع طول ما هي وجبه سليمه وصحيه. ازاي بقى الكلام دوت؟ عندنا اكتر من مثال صحي لوجبات ممكن تاخدها في السحور. مثلا عندك نص رغيف بلدي مع 7 معالق فول، بس يفضل انهم يتاخدوا بدون زيت تماما، مع طبعا علبه الزبادي اللي انا بعتبرها اساسيه في كل وجبات السحور. في اوبشن تاني ممكن ناخده، وهو قطعه جبنه قريش مع طبق سلطه مع 2 ثمره فاكهه، بس يفضل من نفس النوع. لو انا بنصحك بلاش في السحور ناخد اي مشروبات غازيه، بلاش شاي وقهوه، ويفضل بلاش عصاير. انا بركز دلوقتي على كميه الميه والوجبات اللي انا باخدها. عندي اوبشن تاني ممكن استخدمه، ان انا بستخدم علبه الزبادي مع 2 معلقه شوفان مع ميه كتير. ممكن كمان استخدم كوبايه اللبن معاها 3 معالق شوفان. من الحاجات اللي هتديك طاقه وحيويه على مدار اليوم، وفي نفس الوقت لا تحسسك لا بعطش ولا بجوع. بكده تكون خلصت حلقه النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منها. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير. صوما مقبولا وافطارا شهيا. سلام عليكم.